تموين الأسواق وارتفاع الأسعار ملف من بين الملفات الاجتماعية التي طرحت أمس على مجلس الحكومة، ففي وقت بات فيه التضخم عنوانا ليوميات المواطن تؤكد الحكومة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من تداعيات هذا التضخم. من جانب آخر تم خلال المجلس أيضا التطرق إلى مسألة تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية. يونس رفيق. أمام الارتفاع الكبير الذي تشهده العديد من المواد الاستهلاكية بالمغرب، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لضمان التموين العادي للسوق أعلنت عنها خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس. في هذا الصدد يستمر تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان. ولمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء، أوقفت الحكومة استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إلغاء شرط الوزن بالنسبة لمستوردي الأبقار. الحكومة المغربية بمصادقتها على مشروع المرسوم المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة تسعى إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح. في ذات السياق ولضمان التزويد الجيد للأسواق المغربية بالمواد الغذائية مع الحفاظ على ثبات تكلفة نقل البضائع، خصصت الحكومة دفعة تاسعة من الدعم لمهنيي قطاع النقل، ويتم تحديد مبلغ الدعم حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات. وتجاوز إجمالي الدفعات الثمان السابقة 4 مليارات و236 مليون درهم منذ مارس من السنة الماضية. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات للتخفيف من تقلبات الأسعار على المستوى العالمي ومن أجل التحكم في مستوى التضخم.